أسهل طريقة تقضي بيها على الشك في نفسك للأبد. خليني أبدأ بسؤال بسيط. لو حد سمع الحلقة دي للآخر، إيه الحاجة اللي ممكن يتخطاها؟ إيه المهارة اللي ممكن يطلع بيها من الحلقة؟ الحقيقة اللي هنعمله النهاردة مش كلام تحفيزي وخلاص، ده ماستر كلاس حقيقي في الشك في النفس. مش بس إيه هو الشك، لكن الأهم إيه اللي بيغذيه جواك، لأن أغلبنا فاكر إن الشك في النفس حاجة واحدة كبيرة ملهاش ملامح، قلق زائد خوف زائد عدم أمان وخلاص. لكن بعد سنين طويلة من الأبحاث وشغل مع آلاف الناس اتضح إن الشك في النفس ليه 4 محركات أساسية، 4 دوافع. لو عرفت أنهي واحد فيهم هو اللي ماسك الدركسيون جواك، هتعرف بالظبط إيه الخطوة اللي محتاج تعملها عشان تتحرك. دلوقتي خليني أكون صريح معاك، الشك في النفس مش بيختفي مع النجاح ولا مع الترقي ولا مع الفلوس ولا مع الإنجاز، هو بس بيكبر مع حجم المسؤولية. الفرق الحقيقي بين شخص ناجح وشخص مرتاح مش إنه ما بيسمعش صوت الشك، لكن إنه بيسمعه وبيكمل رغم كده. خلينا نرجع خطوة لورا. منين جال شك ده أصلا؟ احنا لقينا ان كل الشك ده راجع لحاجه اسمها صورتك عن نفسك او سيلف ايمج. خليني احكي لك تجربه حصلت في السبعينات، تجربه بسيطه بس مرعبه في معناها. باحث اسمه روبرت كليك قسم الناس لمجموعتين، ورسم على وش مجموعه منهم علامه كبيره وواضحه، وخلاهم يبصوا لنفسهم في المرايه، وبعدين بعتهم كلهم يتكلموا مع ناس غريبه. النتيجة اللي كانوا فاكرين إن عندهم علامة، قالوا الناس كانت بتبص علينا بطريقة وحشة، كان في توتر، كان في حكم علينا. المفاجأة بقى هنا، قبل ما يطلعهم يتكلموا مع الناس، الباحث مسح العلامة بس ما قالهمش، يعني ما فيش علامة لكن الإحساس بيها كان موجود. وده اللي إحنا بنعمله في نفسنا كل يوم، مش علامة في الوش لكن علامات نفسية، أفكار وتجارب، كلام سمعناه وإحنا صغيرين. ولو أنت داخل أي موقف شايف نفسك مش كفاية أو أقل من غيرك، مخك هيعمل إيه؟ هيدور على أي دليل يثبت لك إنك صح. طيب نقيس ده إزاي؟ بعد أكتر من 50 سنة أبحاث، لو إن صورة الإنسان عن نفسه بتتكون من 4 أبعاد، الأربعة دول لو ضعاف الشك في النفس بيعلى، ولو قويين حتى مع وجود الشك تقدر تتحرك. أول محرك هو القبول الذاتي أو الأكسبتنس، وده الأساس. لو مش متقبل نفسك، ده بيبان في 4 سلوكيات معروفة: ضغط مستمر إنك تثبت نفسك، خوف من النجاح، ارتياح داخلي لفشل غيرك، احتياج مرضي لموافقة الناس. لو لقيت نفسك بتعمل دول، اسأل نفسك بصراحة مش بعنف لكن بصدق، أنا مستني إيه عشان أحس إني كفاية؟ القبول الذاتي بيتشكل بدري وأحيانا من غير ما نحس، من نظرة، من مقارنة، من حب مشروط، من إحساس إنك لازم تعمل حاجة عشان تتحب. بس خليني أقول لك حاجة مهمة، أنت مش سجين اللي حصل، ولا مطلوب منك تلوم حد. المطلوب إنك تشوف النمط. أول خطوة عملية، أنت مش أفكارك ومش معتقداتك، الفكرة مجرد فكرة مش حقيقة. أول ما تسمع جواك أنا مش كفاية، أقف وقول مش لازم أصدق الفكرة دي. وبدل ما تبقى مركز على أنا، حول تركيزك إزاي أكون مفيد، إزاي أكون حاضر. التحول من التركيز على الذات للخدمة بيهدي صوت الأنا فورا. تمرين بسيط لكن عميق. لو شغلك هو هويتك الوحيدة، أي فشل هيكسرك. علشان كده الناس اللي عندها هوايات خصوصا إبداعية بيتعافوا أسرع. خد بالك من النقطة دي، في ناس كتير نجحت علشان عدم القبول الذاتي، بس مرتاحتش، وصلت بس فضيت، وده اسمه وهم الوصول. لما أوصل هرتاح، توصل وما تلاقيش اللي مستنيه. الفرق بين السعي للكمال والسعي للتميز، بتجلد نفسك ولا بتتعلم؟ بدل المقارنة اتعلم، المقارنة بتكسر، التعليم بيبني. حول الغيرة لدراسة، اسأل هو عمل ايه صح، ايه الخطوة اللي اقدر اعملها كده. انت رجعت التحكم لعقلك مش لمشاعرك. قبل ما نقفل النقطة دي، بلاش fake it till you make it، الأصح be it till you become it. وما تمثلش وخليك على أصلك.
وكن أنت كما أنت. تخيل بس كمان حضر نفسك للعقبات. الرؤية لوحدها من غير وعي بالعوائق بتسحب الطاقة مش بتديها. المحرك التاني هو القدرة، الكابابيليتي. ده الصوت اللي بيقولك أنا مش مؤهل، غيري أذكى، مش جاهز، هتفشل. وده مختلف تماما عن عدم القبول. هنا أنت مش شايف نفسك غالي، أنت شايف نفسك ضعيف. وغالبا ده بيطلع في أشكال زي التسويف، تحضير زائد عن اللزوم، خوف من البداية، ومقارنة مستمرة. خليني أواجهك بحقيقة صعبة شوية. أغلب الناس اللي بتعاني من المحرك ده مش ناقصها مهارة، ناقصها سماح. سماح إنها تتعلم وهي بتغلط، سماح إنها تبدأ وهي مش كاملة، سماح إنها تكون مبتدئة. الشك هنا مش بيقولك أنت فاشل، بيقولك استنى كمان شوية، وشوية دي بتبقى سنين. العلاج مش ثقة وهمية ولا تحفيز أجوف. العلاج إنك تقسم أي خطوة لخطوات صغيرة، تربط الثقة بالفعل مش العكس. تفهم إن القدرة بتتخلق أثناء الحركة مش قبلها. المحرك الثالث هو التحكم، وده أخطرهم على الإطلاق. ده الصوت اللي بيقولك طب لو حصل كذا، طب لو فشل، طب لو الناس حكمت عليا، طب لو الظروف اتغيرت. هنا انت مش شاكك في نفسك، انت شاكك في العالم. وعشان كده بتحاول تسيطر على كل حاجة، بتفكر زيادة، بتخطط بدون تنفيذ، او تفضل واقف لحد ما الصورة بتبقى مضمونة 100%. خليني اقول لك الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها: مفيش تحكم كامل ولا هيكون. وكل ما تحاول تمسك في التحكم كل ما الشك هيزيد، لأن عقلك بطبيعته لما يركز على اللي بره سيطرتك بيطفي مراكز الحل وبيشغل مراكز الخوف. العلاج تحول السؤال من إيه اللي ممكن يحصل لإيه اللي في إيدي أعمله دلوقتي. الناس القوية نفسيا مش عندها تحكم أعلى، عندها قبول أعلى لعدم اليقين. المحرك الرابع وهو الانتماء، البيلونجينج. وده صوت خفي جدا بس مؤلم. الصوت اللي بيقول أنا مش شبههم، مش مكاني هنا، لو عرفوا حقيقتي مش هيقبلوني. وده اللي بيعمل متلازمة الإمبوستر سيندروم: لبس أقنعة، تكيف زائد، خوف من الظهور الحقيقي. المشكلة هنا مش ثقة ولا مهارة ولا تحكم، المشكلة إنك رابط الأمان بقبول الآخرين. وده بيخليك دايما تسأل هما شايفيني ازاي بدل أنا شايف نفسي ازاي. العلاج مش إن الناس تحبك، لكن إنك تبقى واضح مع نفسك، تختار بيئة شبهك، وتفهم إن الانتماء الحقيقي بيبدأ من الداخل. هنا لو بصينا على الصورة الكبيرة، الأربعة دول مش منفصلين، بيرفعوا وبيوقعوا. الصورة الكبيرة بقى، الأربعة دول مش منفصلين، بيطلعوا وبيقعوا مع بعض. عدم قبول بيساوي جلد ذات، شك في القدرة بيساوي تسويف، هوس بالتحكم بيساوي قلق، خوف من عدم الانتماء بيساوي أقنعة. ولو ركزت على واحد بس وسبت الباقي هتتحسن شوية وبعدين هترجع. وده الخطأ اللي أغلب برامج الثقة بتقع فيه. سؤال تحدي ليك: خليك صادق مع نفسك، أنهي محرك هو الأعلى عندك وأنهي واحد مستخبي وبتتجاهله؟ ولو فضلت تعالجه بنفس الطريقة القديمة، فين هتبقى كمان 3 سنين؟